لو نفسك تاكلي اكل بطعم وريحة زمان او عندك عزومة ومحتارة تختاري ايه؟ تعالي اقولك ازاي ترتبي افكارك وتعملي وصفات مميزة وفي وقت قليل. النهاردة هنعمل 3 وصفات: محشي بتنجان وفلفل وممبار وبطة بطريقة مميزة وسهلة، واللحمة يكون دايب ومسكر معاكي. يلا نبدأ، بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف المكونات بتاعتنا. حطيت حلة على النار فيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي ونزلت بشوية من الزيت كويسين كده. طبعا هنبدأ اول حاجة في التسبيكة بتاعة المحشي لاني هستعملها برضو في حشو الممبار. واول لما الزيت يسخن معايا هبدأ انزل بربع كيلو من البصل المفروم. طبعا المحشي لازم نحط فيه كمية بصل كبيرة. وبعدين هضيف عليه 3 من الفلفل الاحمر المفروم برضو، وهديله تشويحة كده مع بعضه لحد ما يدبل، وهنزل بقى ب3 معالق من الملح ومعلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من الكمون ومعلقة كبيرة من الكزبرة ومعلقة من البابريكا ومعلقة من السكر عشان حموضة الصلصة، وممكن تضيفي معلقة من الشطة لو حاباه يكون سبايسي، وهضيف 2 معلقة كبيرة من الصلصة عشان يعزز لون التسبيكة بتاعتي. وهقلب كل الخليط ده مع بعضه كويس، وبعدين هنزل بعصير الطماطم واسيبه على نار عالية لحد ما الطماطم دي تتسبك معايا والمادة الدهنية تبدأ تفصل كده والاقيها على الوش. هسيبها على نار عالية لحد ما الاقي المادة الدهنية فصلت كده زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك. وفي الوقت ده هكون غسلت الرز بتاعي وصفيته كويس وهنزل فوق الصلصة. وبعد كده الخضرة بتاعتي هكون غسلتها برضو وقطعتها قطع صغيرة خالص، حزمة من الكزبرة وحزمة من الشبت، مش هحط بقدونس في المحشي، وبصلاية مفرومة هحطها برضو بتدي تست حلوة قوي في الخلطة. وهنا الخلطة اللهم بارك كانت جاهزت معايا، حطيتها في صينية كده مفرودة عشان تبرد معايا بسرعة. وفي نفس الحلة اللي عملت فيها التسبيكة هحشي فيها المحشي. هحط بس بصلاية متقطعة قطع كده اي تقطيعة، والاجزاء اللي انا شلتها من الخضرة هحطها برضو في الارضية عشان تحملي المحشي بتاعي وما يتحرقش. يلا نبدأ، بسم الله. في حشو البتنجان، الحشو هحشي 3/4 البتنجانة، مش هملاها على الاخر لاني لو حشيتها كلها يا اما الرز بتاعي يكون مش مستوي يا اما هيعجن معايا يا اما يخرج اصلا برا المحشية وقت التسوية وهيديني منظر مش لطيف خالص. وبرضو الفلفل هحشي 3/4 عشان برضو ما يخرجش معايا رز يا اما ما يستويش. وبعد ما اخلص حشو البتنجان هحط الفلفل فوق على وش الحلة، بيدي طعم وريحة حلوة اوي مع البتنجان. هخلص كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. يلا نبدأ، بسم الله. في الوصفة اللي بعدها عندي بطاية كبيرة كده مغسولة كويس بملح وسكر وليمون وشوية طحينة عشان اتأكد من نظافتها كويس وان مفيش فيها اي ريحة زفارة. وبعد كده هحط في الكبة 3 بصلات كبار و2 من الطماطم وجزرية كبيرة وافرمهم في الكبة وعليهم شوية ملح وشوية من الفلفل الاسود. وهبدأ بقى ان انا احشي بين الجلد واللحم كده واعمل فتحات في البطة وادخل فيها الحشوة بتاعتي دي، وباقي كمية هحطها جوه البطة. هعمل الفتحات دي في الصدر وفي الظهر في كل اجزاء البطة دي، وتأكد ان هي دخلت بين الجلد واللحم، بتدي طعم حلو قوي وطراوة وبتخلي اللحم معايا دايب كده ومسكر. وبعد ما حطيت الحشو في كل الفتحات اللي عملتها في البطة، باقي الكمية اللي فضلت عندي من الخلطة حشيتها جوه بطن البطة وعليت النار عليها. هديها صدمة كده وهنزل عليها بمعلقة من السمنة البلدي تاخد كده تحميرة معايا وتشويحة. وبعدين هنزل عليها ببصلتين صغيرين كده من غير اي تقطيع والمية السخنة و3 معالق من الملح ومعلقة من الفلفل الاسود وورق لورا وحبهان، واسيبها على نار عالية لحد ما تغلي معايا غلوتين كده، وبعدين ههدي على النار خالص واسيبها تستوي بقى على نار هادية. واخيرا هنبدأ في اخر وصفة معانا النهاردة وهي الممبار المحشي. طبعا هستعمل نفس الخلطة بالظبط اللي انا عملتها في حشو المحشي، مش هعمل خلطة لده وخلطة لده، هي نفس الخلطة. حشيت بيها البتنجان وبحشي بيها دلوقتي الممبار زي ما انتوا شايفين كده، ماسكاه في ايدي بين صباعين وبالايد التانية بنزل الحشو بتاعه وبضغط عليه كده عشان الحشو ينزل في كل الممبار، واتاكد ان هو مفيش فيه اي تكتلات عشان يستوي معايا كويس. لازم اضغط عليه الضغطه دي بايدي واتاكد ان هو مفروض كده. بصوا السمك بتاعه عامل ازاي عشان الرز يستوي معايا كويس وما يكونش معجن او ان هو يكون مش مستوي. بصوا اللهم بارك، ما بياخدش اي وقت لان الخلطه بتاعته كانت جاهزه اللي هي خلطه المحشي زي ما قلت لكم. وهنا البطه بعد ما حطيتها على الميه السخنه هسيبها تاخد بقى غلوتين 3 كده وبعدين ههدي على النار خالص. بعد كده هحضر الميه اللي هسلق فيها الممبار. حطيت حله على النار فيها شويه ميه ومعلقه من الملح وسنه صغيره خالص من الفلفل الاسود، واسيبها على نار عاليه لحد ما تغلي. اول ما تغلي هبدا ان انا انزل بالممبار كده بالراحه خالص واحد واحد كده. اول لما ينزل في الميه السخنه هيبدا يقفل معايا من الجهتين زي ما انتوا شايفين كده.
ما ينفعش ان انا انزله كله فوق بعضه كده، هيتفتح معايا وهينزل الرز. لازم امسكه واحد واحد كده بالراحه زي ما انتوا شايفين. اول لما ينزل في الميه السخنه بصوا كده الاتجاهين بتاع الممبار هيتقفلوا معايا ومش هيخرج معايا اي رز. اللهم بارك، الخلطه كانت رهيبه. مجرد ما ينزل في الميه بصوا لون الشوربه عامل ازاي. هبدأ بقى ان انا اخلص كل الكمية بنفس الطريقة كده، ان انا همسك كل واحد بالراحة وابدأ انزله في المية السخنة دي لحد ما يتقفل معايا وانزل غيره. ما ينفعش احط كله فوق بعضه كده عشان ما يعجنش معايا او يلزق معايا. واسيبه على النار حوالي تلت ساعة. مجرد ما الرز يستوي هو خلاص كده استوى. اللهم بارك، شفتوا جمال البطة وهي بتغلي وكده. هدي عليها بقى النار خالص. وبعد كده ده المحشي بعد ما خلاص خلصت كل الكمية زي ما قلتلكوا وحشيتها معاكم. هبدأ بقى ان انا انزل بالشوربة بتاعة البطة بتاعتي بعد ما خلاص يعني دخلت في سوا. هحط الشوربة للسطر اللي قبل الاخير من المحشي. مش عاوزة ازود الشوربة قوي لان المحشي البتنجان ده بحسه بينزل شوربة زيادة عن اللزوم، وبكون حاطة كمية شوربة صغيرة بلاقي الكمية تضاعفت. فانا هحط الشوربة للسطر اللي قبل الاخير في الحلة بتاعتي. وهبدأ ان انا احرك الحلة حركة بسيطة كده عشان اتأكد الشوربة نزلت في كل اجزاء الحلة ومفيش جزء فيه شوربة وجزء ما فيهوش. وكمان العين اللي هحط عليها حلة المحشي تكون يعني مظبوطة وما يكونش فيها حتة عالية وحتة واطية عشان تسويلي كل اجزاء حلة المحشي. هعلي على النار خالص لحد ما يتشرب بكل الشوربة. وبعدين ههدي النار بقى وتستوي على نار هادية معايا. وفي الوقت ده البطة كانت جهزت معايا. بدأت ان انا اخرجها من الشوربة و... وحطيت معلقتين صلصة على شوية زيت كده واديت لها بس تلميعة كده بالفرشة ودخلتها الفرن. وبرضو الممبار كان جاهز معايا، حمرته بس في الزيت. وهنا خلاص كان كل الاكل جاهز معايا. بدأت ان انا احطه في اطباق التقديم. اتمنى تجربوه وتقولي رأيكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.